إزاي ممكن تقابل حد تسمع اسمه وبعد ثواني تنساه كأنه ما اتقالش أصلا؟ في ناس كتير بتحصل معاها الحركة دي وبشكل محرج جدا. تقف تسلم على حد، تسمع اسمه، وبعدها بثانيتين اسمه يبقى فص ملح وداب، وتفضل طول القعدة تحاول تفتكر الاسم ومش عارف، فتلاقي نفسك بتتكلم معاه من غير ما تناديه باسمه خالص، وتقول كلمات زي يا معلم، يا باشا، عشان تهرب من الموقف. بس الغريب بقى إن ده مش معناه إنك شخص مهمل ولا إن ذاكرتك ضعيفة زي ما أنت فاكر. الموضوع أعمق من كده بكتير. المخ ببساطة مش بيشوف الاسم حاجة مهمة في اللحظة دي، لأنك بتكون مركز في حاجات تانية أهم، زي شكله، طريقته، وانطباعك الأول عنه. فاسم الشخص بيعدي على المخ مرور الكرام. كمان الأسماء مش مرتبطة بحاجة واضحة، يعني كلمة زي كرسي ليها صورة في دماغك، لكن اسم زي أحمد مفيش صورة مباشرة ليه، وده بيخلي تذكره أصعب شوية. وكمان في لحظة التعارف المخ بيكون تحت ضغط، عايز يبقى لطيف، يرد كويس، ويركز في الكلام، فمش بيركز كفاية في حفظ الاسم. وعشان كده كتير مننا بينسى الاسم بسرعة، خصوصاً لو ما استخدموش تاني بعد ما سمعه. بس استنى، في خبر حلو. الموضوع ده ممكن يتحسن بسهولة. جرب تكرر اسم الشخص أول ما تسمعه، زي سعيد إني قابلتك يا محمد. كده أنت بتدي إشارة للمخ إن الاسم مهم. وكمان حاول تربط الاسم بحاجة، موقف، شكل، أو حتى حاجة مضحكة. ده بيساعد المخ يحتفظ بيه. ولو نسيت، اسأل تاني عادي جدا، أحسن ما تفضل طول القعدة تايه. وفي الآخر، نسيان الأسماء مش ضعف، ده بس مخك كان مشغول يفهم الشخص اللي قدامك، مش يحفظ اسمه. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تعمل اشتراك عشان توصلك حقائق علم النفس.